السلام عليكم، ودعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق. دراسات مخيفة أبرزتها منظمة الصحة العالمية حول نسب الوفيات بسبب التدخين سنويا، حيث أظهرت نتائج الأبحاث أن شابا من بين 10 يموتون كل عام بسبب التدخين. هذه الأرقام المنذرة بالخطر يمكن أن تدفع المدخن إلى ترك السيجارة جانبا، إلا أن النيكوتين تصعب خطوة كهذه، خصوصا وأن المواد الكيميائية التي تدخل الجسم تؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة. وإذا كان يصعب على المدخن الإقلاع عن التدخين، فيمكنه تناول 4 أنواع من المأكولات الصحية التي تساعد على تنظيف الرئتين. الجوز البرازيلي غني بالفيتامين A التي تقلص مخاطر الإصابة بسرطان البروستات والرئتين وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن تناول جوزة واحدة في اليوم لتأمين كمية السيلينيوم التي يحتاجها الجسم طيلة النهار. البصل يحتوي على فوائد مدهشة لمكافحة عدد من الأمراض، فهو ينظف السموم في الرئتين. بحسب دراسة أجريت في سويسرا وإيطاليا، يمكن تناول ما بين بصلة و7 في الأسبوع لتخفيف مخاطر سرطان القولون والحنجرة والمبيض. الزنجبيل لديه فوائد كثيرة أيضا، فهو يساعد على فتح المجاري الهوائية في الرئتين، ما يسهل إخراج البلغم، كما أنه يمنع تجمع البكتيريا وحصول الالتهابات. الليمون الهندي أو البوملي أظهرت الدراسات أن هذه الفاكهة تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، ويمكن تناول 4 قطع منها أسبوعيا لتنظيف الرئتين. شكرا لكم.